بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله بالمحاضرة الثانية. طبعا عذرا على التأخير تنزيل المحاضرة لظروف خاصة، إن شاء الله نكمل وما نطول بإكمال المنهج. بالمحاضرة الأولى أخذنا الأدب الحديث، أما هاي المحاضرة الثانية هسه إن شاء الله راح ناخذ الشعر الحديث ومدرسة الإحياء. طبعا الشعر الحديث هنا بهذا الموضوع أحتاج منك إنك يعني تفتهم لي شنو معنى الشعر الحديث. هو من اسمه الشعر الحديث يعني حديث، يعني مو جاهلي ولا قديم. شعر حديث يعني خلينا نقول بالقرن السابق 1900 كلها، نقيس على هاي المدة. خوش زين، هسه راح نجي على أكثر من سؤال يتكلم لنا عن الشعر الحديث وشلون تطور وشلون صار وهذه الأمور. نبدأ إن شاء الله بالسؤال الأول: ماذا يعد الشعر العربي؟ أو ما أهمية الشعر عند العرب؟ يعني ما يصير هسه احنا منهج كامل يتكلم عن الشعر واحنا ما نعرف شنو أهمية الشعر وماذا يعد الشعر عند العرب عندنا. فهنا الجواب يكون: يعد الشعر العربي ديوان العرب. الشعر ديوان العرب، شيء خاص بينا، ديوان. احنا مثل ما نقول اكم يسمون المضيف مالهم ديوان، هذا شيء فخر. اذن الشعر العربي ديوان العرب، الديوان مالنا، المضيف مالنا، مال العرب. الشعر العربي ديوان العرب، وأهم نتاجهم الأدبي على مر العصور. يعني أهم منتوج عندنا على مر العصور، يعني الشعر هو ديوان العرب، وأهم نتاجهم الأدبي على مر العصور. هذا من الأمور المسلم بها، يعني شيء منتهي منه. الشعر يكون ديوان العرب وأهم نتاج أدبي على مر العصور. ننتقل إلى السؤال الثاني، يقول: ماذا توحي إليك المعلقات؟ المعلقات إيش توحي لك؟ أو ما هي أشكال الشعر في العصر الجاهلي وما تعريفها؟ يعني يا ما يقول لك شنو المعلقات أو عرف المعلقات، أو يقول لك ما أشكال الشعر في العصر الجاهلي وما تعريفها. يعني يقصد المعلقات، بكل الأحوال يقصد المعلقات. المعلقات هاي شني؟ من اسمها معلقات، يعني أشياء يتعلقن. شنو هي؟ وهي قصائد. يعني المعلقات قصائد. كان العرب في الجاهلية يعلقونها على أركان الكعبة تكريما وتعظيما لها. يعني قصائد مكتوبة على جلود، قبل ماكوش ورق وهذا، يكتبونها على مثل الجلد ويعلقونها على أركان الكعبة، يعلقونها على جدار الكعبة تكريما وتعظيما لها. خوش، يعني شوفوا شلون، لأنها تتعلق على أستار الكعبة أو على الكعبة، لهذا سميت بالمعلقات. يعني هي قصائد. كان العرب في الجاهلية، هذا وقت الجاهلية، يعلقونها على أركان الكعبة تكريما وتعظيما لها. هذا السؤال مهم، و2022 أو 23 احتياط، يعني بأسئلة الاحتياط، يعني وزاري، مهم جدا. السؤال الثالث، طبعا السؤال الثالث مهم جدا جدا جدا. السؤال الثالث هو هذا زبدة موضوعنا. احنا موضوعنا الشعر الحديث. هسه احنا جينا هنا الزبدة. هسه يقول لك شنو الشعر الحديث او شلون صار عندنا الشعر الحديث. شوف السؤال شو يقول لك: ما حال الشعر العربي في العصر الحديث؟ تنشوف الشعر ايش صار بالعصر الحديث. او شي يقول لك: حل العصر الحديث فبدأ لعوامل النهضة تأثيرا في الشعر العربي، وضح ذلك. يعني من السؤال ينقصده انه سولف لي على الشعر، وش صار بي وش جرى عليه بالعصر الحديث. طبعا هذا الجواب تشوفونه
تقريبا 5 أسطر. هذا نقدر نطلع منه 5 أسئلة. هسه تشوفون شلون. الجواب: مع مطلع العصر الحديث. هاي متفقين عليها. مع مطلع العصر الحديث إيش صار؟ نبغ في الشعر أجيال من الشعراء. يعني بعصرنا الحديث ظهر جيل من الشعراء، ظهروا. تنشوف هذول سووا الجيل بعصرنا الحديث، هذول ظهروا تنشوف سووا للشعر. يعني نبغى جيل من الشعراء. أنت تخيل أن هذا الجيل أنت ومعك 3 من أصدقائك، يعني أنتوا 4. يا سعنا إحنا راح نجاوب على إنه الجيل هو أنت، اللي الطالب اللي قاعد تشوف الشرح، أنت من هذا الجيل ومعك 3 من أصدقائك. تنشوف إيش سويتوا مع مطلع العصر الحديث. تبي تستخيل معي، نبغى في الشعر أجيال من الشعراء. أنتوا نبغتوا بالشعر، يعني ظهرتوا في الشعر، ظهر في الشعر أجيال من الشعراء. تقاسموا المجد الأدبي، يعني أنتوا سويتوا؟ تقاسمتوا المجد الأدبي. يعني الأدب اللي هو مجد، مثل ما بالسياسة بالدولة كل من عنده منصب، إذا بالأدب هم كل من عنده منصب. يعني مع مطلع العصر الحديث نبغى في الشعر أجيال من الشعراء تقاسموا المجد الأدبي. تنشوف شي يسوون للأدب بعد ما تقاسمتوه. انتوا ايش تسوون؟ وصنعوا ملحمة الشعر العربي. يابا جزاكم الله خير. يعني انت واصدقائك صنعتوا ملحمة الشعر العربي الذي يأبى التراجع عن حياة الناس وأخيلتهم وحاجاتهم. يعني انتوا سويتوا، تقاسمتوا المجد وصنعتوا ملحمة بالشعر. سويتوا شلون؟ مثل الضجة، صنعتوا تغيير، سويتوا طفرة. وصنعوا ملحمة الشعر العربي. زين انتم من سويتوا هاي الملحمة والطفرة، شنو الغاية اللي دفعتكم حتى تسوون هذا الشيء وهاي الملحمة؟ الذي يأبى التراجع، يعني يرفض التراجع عن حياة الناس. شوفوا يعني خوش تفيدون الناس. الذي يأبى التراجع عن حياة الناس وأخيلتهم، يعني اللي يدور بخيالهم، وحاجاتهم. يعني شلون جيتوا تريدون تعبرون عن شعور الناس وأخيلتهم وحاجاتهم. زين ايش صار بعد؟ انتوا بعد ما سويتوا هاي الملحمة وفتوا الناس، فنشأت مذاهب شعرية متنوعة. انتوا 4 أشخاص قلنا، بسببكم نشأت مذاهب شعرية متنوعة، كلاسيكية ورومانسية وواقعية ورمزية. كل واحد مذهب. انتوا 4 أشخاص، واحد سوى كلاسيكية، واحد سوى رومانسية، واحد سوى واقعية، واحد سوى رمزية. زين ايش صار بعد بسببكم بعد ما سويتوا هاي المذاهب أيضا؟ وتطورت أشكال القصيدة وهيئاتها. يعني بسببكم أيضا القصيدة تطورت، يعني صار لها غير أشكال وغير هيئات. مو بس يعني هاي القصائد العامودية بيت مقابل شطر، يعني مقابل شطر، شوية صار عندنا تنوع بالقصائد وبهيئاتها. يعني صار بعد بسبب هذا التطور بالأشكال مال القصيدة؟ نشأت حركة الشعر الجديد المسمى بالشعر الحر. شوفوا بسببكم نشأت حركة الشعر الجديد، يعني السعنة أثمرت جهودكم، فنشأت حركة الشعر الجديد المسمى بالشعر الحر في أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته، يعني بال1940 و1950. بسببكم نشأت حركة الشعر الجديد المسمى بالشعر الحر. صار عندنا شعر حر في أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته. فبدلا من وحدة البيت في القصيدة العربية القائمة على الشطرين، يعني هذه القديمة كانت، فبدلا من وحدة البيت في القصيدة العربية القائمة على الشطرين انتوا جبتوا لنا الشعر الحر. يعني هذا استجدت وحدة بنائية جديدة، هي وحدة التفعيلة في القصيدة الحرة. يعني انتوا جبتوا لنا شيء حديث. كل هذا الأمور اللي سويتوها جبتوا لنا حركة جديدة سميتوها الشعر الحر. فبدلا من وحدة البيت في القصيدة العربية القائمة على الشطرين، يعني هاي القديمة راحت، استجدت، يعني جت شغلة جديدة انتوا جبتوها، استجدت وحدة بنائية جديدة، يعني شيء جديد جانا.
هي شني وحدة التفعيلة في القصيدة الحرة. واضح؟ هسه أعيد الكلام وتصور معي أنت وجماعتك ايش سويتوا. مع مطلع العصر الحديث نبغ في الشعر أجيال من الشعراء تقاسموا المجد الأدبي وصنعوا ملحمة الشعر العربي الذي يأبى التراجع عن حياة الناس وأخيلتهم وحاجاتهم. يعني فتوا الناس جزاكم الله خير. فنشأت مذاهب شعرية متنوعة، هذا أنت وربعك أنتوا الأربعة. فنشأت مذاهب شعرية متنوعة كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية والرمزية. إيش سويتوا النوب؟ بسببكم إيش صار؟ وتطورت أشكال القصيدة وهيئاتها، فنشأت هنا الزبدة. فنشأت حركة الشعر الجديد المسمى بالشعر الحر في أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته. فبدلا من وحدة البيت في القصيدة العربية القائمة على الشطرين، هاي اللي بيها شطرين، يعني شطر من هنا وشطر من هنا، هاي القصائد المتعودين عليها. فبدلا من وحدة البيت في القصيدة العربية القائمة على الشطرين استجدت، هاي بسببكم هذا جان احنا، استجدت وحدة بنائية جديدة هي وحدة التفعيلة في القصيدة الحرة. من خلال هذن الخمس سطور راح نعطيك 3 أسئلة، الجواب منهن يكون من هذا 5 سطور. الجواب من هنا 3 أسئلة. شنو هذن الأسئلة؟ السؤال الأول: ما ميزة الشعر العربي في العصر الحديث؟ شنو ميزة الشعر العربي في العصر الحديث؟ الجواب مثل ما قلنا من هناك: يأبى التراجع عن حياة الناس وأخيلتهم وحاجاتهم. يعني مو أنت وجماعتك الأربعة مثل جاكم واحد معترض يقول أنتوا ايش سويتوا لنا ميزة بشعركم هذا الجديد جبتوا، ايش سويتوا لنا ميزة؟ أنتوا تقولون يأبى التراجع عن حياة الناس، يعني يرفض التراجع عن حياة الناس، أهم شيء عنده حياة الناس. يأبى التراجع عن حياة الناس وأخيلتهم وحاجاتهم. السؤال الثاني: ما المذاهب الأدبية التي نشأت مع مطلع العصر الحديث؟ المذاهب اللي سويتوها أنت وجماعتك شني؟ كلاسيكية ورومانسية وواقعية ورمزية. خوش زين. سؤال ثالث: ما تأثير أو نتيجة تطور أشكال القصيدة وهيئاتها في العصر الحديث؟ زين، من تطورت أشكال القصيدة وهيئاتها مثل ما قلنا هناك، إيش نتج عندنا؟ راح أقول نشأت حركة الشعر الجديد المسمى بالشعر الحر، هذا اللي جبتوه، وتكمل إلى النهاية من هذاك الجواب. إن شاء الله واضح. عندنا هذا السؤال انتبهوا لي عليه: ماذا يعد الشعر العربي وما حال الأدب في العصر الحديث؟ هذا طبعا العام بل 2023 جاء دور ثاني للأدبي. ماذا يعد الشعر العربي؟ أول سؤال بالبداية تكلمنا عنه، ماذا يعد الشعر العربي؟ يعد ديوان العرب مثل ما قلنا، وأهم نتاجهم الأدبي على مر العصور. زين، وما حال الأدب في العصر الحديث؟ تجاوب السؤال الثالث، هذا الطويل ال5 سطور كله تكتبه، يعني السؤال الأول والسؤال الثالث هذا الجواب. هنا مكتوب شوية يعني مو مرتب، هنا أظن أكو خطأ، تكتب له جواب السؤال الأول. ما عليكم أنه تكتبون السؤال الأول والسؤال الثالث الطويل اللي تكلمنا عنه. السؤال الرابع يقول: ما الحركة الجديدة المتوقدة التي ظهرت إلى جانب الحركات القديمة والجديدة وبما تمتاز؟ إذن هنا جتنا شغلة جديدة، أكو حركة جديدة ظهرت إلى جانب الحركات القديمة ذي مثل العمودية اللي قلنا عليها بالجواب من السؤال الثالث. هاي حركات قديمة، والجديدة اللي أنتوا الأربع طلعتوها القصيدة الحرة، يعني أكو حركة جديدة تداخلت. شنو هذه؟ هسه نقول إلى جانب الحركات القديمة منها كالشعر العمودي والمرشحات، هذين القديمة، والجديدة منها كالقصيدة الحرة اللي أنتوا طلعتوها، القصيدة الحرة المقفاة وغير المقفاة المدورة. هاي لها اسماء، القصيدة الحرة تسمى مقفاة، وغير المقفاة يعني المدورة، التي نشأت منذ بداية السبعينات
كانت هنالك حركة متوقدة لتكريس نوع آخر من القصيدة. يعني جت حركة جديدة همنا ظهرت جديدة على الساحة. اكو جماعة همنا يعني غيركم طلعوها. كانت هناك حركة متوقدة لتكريس نوع آخر من القصيدة، هي قصيدة النثر التي تخلو من الوزن. يعني شوفوا شلون الصورة، شلون صارت الشغلة. انتوا الأربعة طلعتونا القصيدة الحرة، هي نسمىها المقفاة وغير المقفاة المدورة. هذه انتوا طلعتوها. وكان قبلكم شاكوش حركة قديمة يسمونها الشعر العمودي والموشحات. يعني كان اكو حركة قديمة، والحركة مالتكم انتوا طلعتوها هاي جديدة همينة مالتكم. ايش تداخل بيناتكم؟ نشأت شجاكم جتكم حركة متوقدة. شبيها هاي الحركة المتوقدة؟ ايش تسوي؟ لتكريس نوع آخر من القصيدة، هي قصيدة النثر. تكرس يعني تطلعنا، يعني خلنا نقول، أو تثبتنا نوع آخر من القصيدة، هي قصيدة النثر التي تخلو من الوزن، ما بها وزن. فهمتوا الشغلة؟ إن شاء الله واضح. عندنا هذا سؤال من أسئلة المناقشة وجاي مكرر وزاري. يقول: ناقش ما يأتي. خريطة الشعر الحديث واسعة الحدود ومتداخلة مع ما يقع في العالم من حركات ومذاهب أدبية متنوعة. يقول لك هذه خريطة الشعر الحديث واسعة وكثرت، مثل ما تونا سولفنا، حركة قديمة والحركة طلعتوها انتو، وجدكم حركة متوقدة بصفح. يقول لك فسر لي، يلا تعال فسر لي. انت شو تقول له؟ تكتب له السؤال الثالث ابو الخمس اسطر اللي انتو ظهرتوا بيه، انتو الاربع اصدقاء ظهرتوا بيه. السؤال الثالث ذاك، والسؤال الرابع اللي تونا كنا نتكلم عنه هم تكتبوا. وش تكمل معاهم: فخريطة الشعر العرب الحديث واسعة الحدود ومتداخلة. يعني واسعة ومتداخلة مثل ما قلنا، يعني حركة قديمة وحركتكم وحركة جت بعدين. فخريطة الشعر العربي الحديث واسعة الحدود ومتداخلة مع ما يقع في العالم من حركات ومذاهب أدبية متنوعة. يعني شوفوا كثرة الحركات، لهذا الخريطة صارت واسعة ومتداخلة مع ما يقع في العالم من حركات ومذاهب أدبية متنوعة تعبر عن حاجات الإنسان المعاصر وآماله ومخاوفه وطموحاته ورؤاه. يعني كلها حركات زينة، لكن من قد ما كثرت الحركات، الخريطة مال الشعر العربي صارت واسعة، الصورة صارت واضحة عندكم. نبدأ بموضوع جديد وهو مدرسة الإحياء. مدرسة الإحياء من اسمها إحياء، يعني تحيي شيء. هاي مدرسة، أو يعني هي أشخاص سموهم، يعني هذول مدرسة الإحياء، يعني انضموا لهاي المدرسة فعد سموها مدرسة الإحياء. شنو هاي مدرسة الإحياء؟ من اسمها إحياء، تحيي شيء، يعني تعيد لنا شيء تقريبا راح وتريد ترجعه تحييه. يقول لك: تحدث عن نشوء مدرسة الإحياء. يعني شنو سبب نشأتها؟ تحدث لي شلون نشأت وليش. الجواب: نشأت مدرسة الإحياء في أواخر القرن 19. هامت بأواخر القرن 19. زين، النوب كمل: مماثلة للنزعة الكلاسيكية الغربية في الأدب والفن. مماثلة يعني تشبه النزعة الكلاسيكية الغربية، تشبه يعني مالت أهل الغرب، أوروبا خلينا نقول. مماثلة للنزعة الكلاسيكية الغربية في الأدب والفن. هسه نجي هنا على الزبدة. من اسمها مدرسة الإحياء، فقد نادت بشني نادت على شني نادت؟ فقد نادت ببعث التقاليد الشعرية العربية. يعني نادت ببعث، يعني شلون نادت؟ بإحياء وبإرجاع التقاليد. عندنا تقاليد قديمة هي الأصل. فقد نادت ببعث التقاليد الشعرية العربية من لغة سامية وأسلوب جزل رفيع. شوفوا هاي المدرسة شلون زينة، تريد ترجعنا على أصلنا وعلى لغتنا الأصلية.
فقد نادت ببعث التقاليد الشعرية العربية من لغة سامية وأسلوب جزلي رفيع. والنوب شني؟ والمحافظة على تقاليد النظم العربي الموروث. تريد تخلينا نحافظ على التقاليد مال أصلنا، مال النظم العربي الموروث اللي ورثناه. يعني واضحة الشغلة، يعني مدرسة من اسمها مالت إحياء، هي متفقين انها مماثلة للنزعة الكلاسيكية الغربية في الأدب والفن، يعني تشبهها. وشنو النوب هاي المدرسة؟ تحيي عليش؟ فقد نادت ببعث التقاليد الشعرية والعربية من لغة سامية وأسلوب جزلي رفيع، يعني الأصالة قلنا. والمحافظة على تقاليد النظم العربي الموروث، نحافظ على تقاليدنا، يعني من اسمها تريد تحيينا هذه. وقد يكون هنا، قد يكون يقول لك، وقد يكون نشوءها لرغبة الشعراء الإحيائيين، هذول اللي أحيوها، قد يكون نشوءها لرغبة الشعراء الإحيائيين في التعبير عن التذمر من واقع الأمة البائس سياسيا واجتماعيا. يمكن يقول هنا قد يكون إنهم يعني يعبرون عن التذمر والحال اللي وصلت له الأمة، هذا الحال، حال الأمة، واقع الأمة البائس سياسيا واجتماعيا. هذا بالنسبة عن نشوء مدرسة الإحياء. هنا عندنا أكثر من أسئلة، اللي يحفظ الجواب هذا تكلمنا عنه، هاي 3 أسطر، هذا اللي يجاوبهم كلهن. هنا سؤال يقول لك لمن تماثل مدرسة الإحياء؟ تماثل من؟ وإحنا قلنا مماثلة فوق للنزعة الكلاسيكية الغربية في الأدب والفن. زين، يقول لك لمن تماثل مدرسة الإحياء، وإلى ما نادت، وعلى ما حافظت. الجواب كله من فوق. مماثلة للنزعة الكلاسيكية، وشني نادت ببعث التقاليد الشعرية العربية، وشت حافظ، والمحافظة على تقاليد النظم العربي الموروث، كله من فوق. سؤال آخر، علل مدرسة الإحياء مدرسة الإحياء ماثلت النزعة الكلاسيكية الغربية في الأدب والفن. يقول لك حلل. الجواب هم متكمل من فوق. فقد نادت ببعث التقاليد الشعرية والعربية من لغة سامية إلى آخره، نفس الشيء كله من فوق. أو يقول لك علل، السؤال الأخير، علل نشوء مدرسة الإحياء، يعني سبب النشوء، أو علل لي ليش نشأت. الجواب وذلك لرغبة الشعراء، يعني هم من نفس الحالة من فوق، إلى سياسيا واجتماعيا. هذا إذا قال لك نشوء مدرسة الإحياء. علل السطر الأخير تشوفونه لرغبة الشعراء الإحيائيين في التعبير عن التذمر من واقع الأمة البائس سياسيا واجتماعيا. إن شاء الله واضح. السؤال الثاني من مدرسة الإحياء يقول بماذا تميز شعر مدرسة الإحياء وما هدفهم في ذلك؟ تنشوف شنو تميز شعرهم هذول التايحيون تاريخنا، وما هدفهم في ذلك. لأن احنا خلينا نقول تاريخنا تقريبا مدرسة الإحياء قبل لا تطلع التاريخ بدأ يضمحل، الشعر بدأ يروح، وذول عادينا قاموا يحيون، رجعوا القديم. أسعد جواب، تميز شعر هذه المدرسة بمحاكاة النماذج الشعرية العربية القديمة. يعني الشعر مال هاي المدرسة قام يحاكي، يعني خلينا نقول يماثل أو ينافس أو يشابه النماذج الشعرية العربية القديمة منذ الشعر الجاهلي وحتى الشعر العباسي. هذول من صحيح أحيوا، يعني لهالدرجة، يعني قاموا شعرهم قام يماثل ويشابه الشعر الجاهلي إلى الشعر العباسي. وهدفهم هنا بسؤال قال لك وما هدفهم؟ وهدفهم في ذلك إحياء التقاليد الشعرية العربية القديمة. احنا قلنا يريدون يحيون، مثل ما قلنا هاي قايتهم، يحيون التقاليد مالنا القديمة الشعرية العربية القديمة، والمحافظة على الهوية الأدبية للأمة. جزاهم الله خير، يريدون يعني يرجعون على أصلنا. المال أول مال تالي، فضلا عن تميزهم بالذوبان في الروح الاجتماعية أو في الروح الجماعية على حساب الفردية. مرات الكلمات لأن أغرى من الموبايل، لهذا ما مرات الحروف ما تبين.
فضلا عن تميزهم بالذوبان في الروح الجماعية على حساب الفردية. يعني كلهم إيد وحدة، ماكو خلينا نقول مستقلين ومع فلان ومدري منه، لا كلهم جسد واحد، ماكو فردية، ماكو عنصرية. هذا هو مميزتهم، انهم احيوا لنا التراث وحافظوا على الهوية مالت الأمة، وتميزوا بالذوبان في الروح الجماعية، يعني ايد وحدة على حساب الفردية، يعني ما يهتمون للفردية والعنصرية. من نفس هذا الجواب يطلع لنا تعليل. علل: تميزت مدرسة الإحياء بمحاكاة النماذج الشعرية العربية القديمة منذ الشعر الجاهلي وحتى الشعر العباسي. هذا يعني هذا الموجود فوق، احنا مو قلنا نفس الشيء. انت تكمل: وذلك لإحياء التقاليد الشعرية العربية القديمة والمحافظة على هوية الأمة، مثل ما قلنا، فضلا عن تميزهم بالذوبان في الروح الجماعية على حساب الفردية. نفسه من فوق. السؤال الأخير: مدرسة الإحياء. احنا صارنا ساعة نسولف على مدرسة الإحياء، لكن تنشوف من ذولا جماعة مدرسة الإحياء من هم. شوف من هم أبرز رواد مدرسة الإحياء. الجواب: من أبرز رواد هذه المدرسة معروف الرصافي وعبد المحسن الكاظمي ومحمد سعيد الحبوبي من العراق. هذول الثلاثة من العراق: معروف الرصافي، عبد المحسن الكاظمي، محمد سعيد الحبوبي. ومحمود سام البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم من مصر. يعني 3 من العراق و3 من مصر. وبهذا تنتهي المحاضرة الثانية، والحمد لله رب العالمين. وأسئلة هذه المحاضرة بالتليجرام موجودة، اللي يخلص ويحفظها يروح يمتحن نفسه أفضل.